في موضوع آخر، وفي ختام أشغال المؤتمر الدولي الأول حول التراث المغمور بالماء بالداخل تحت شعار التراث المغمور رهان ثقافي ودعامة لتنمية جهوية، تم إصدار توصيات من أبرزها إحداث مركز دولي للتعريف بالتراث الصحراوي، وتم كذلك اقتراح مشروع جهوي لتثمين حطام سفينة القيصر ومعه التراث المغمور بجهة الداخلة. كما وقعت الجمعية المنظمة عدة اتفاقيات شراكة مع جمعيات من فرنسا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة السنغال تروم تعزيز التعاون في مجال الدراسات والأبحاث الصحراوية، ليختتم المؤتمر بتوزيع هدايا ومجسمات تذكارية على المشاركين في المؤتمر الدولي الأول حول التراث المغمور بالماء بالداخلة، الذي يروم منظموه إلى تعزيز مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، وهكذا نشر ثقافة السلم عبر جعل التراث المغمور فضاء مشتركا لحوار الحضارات.